كان يا مكان في قديم الزمان كان في مملكتين بينهم خلافات كبيرة جدا ومحدش كان قادر يوحدهم أو يصالحهم على بعض. أول مملكة فيهم دي بتكون مملكة بيعيش فيها البشر العاديين، وكان بيحكم المملكة دي ملك شرير. وكان دايما البشر بيحقدوا على عظمة وجمال وسحر مملكة زامورس. المملكة دي كانت نقيض مملكة البشر، وكل اللي كانوا بيعيشوا فيها مخلوقات غريبة وخيالية، وما كانش عندهم ملك زي مملكة البشر، لأنهم ما كانوش محتاجين طاغية يحكمهم زي جيرانهم. من بين كل المخلوقات دي كانت الجنية ماليفيسنت، اللي كانت بتعيش في سعادة وسلام في المملكة. ولكن كل ده اتغير لما لقى طفل من البشر اسمه ستيفن دخل مملكتهم وسرق منها كمان. ولما ابتدت ماليفيسنت تتكلم معاه قال لها انه عمل كده عشان ابوه وامه ماتوا وحالته المادية بقت ضنك على الاخر. بعد كده ماليفيسنت سامحته، وفي نفس الوقت حست ان قلبها حبه. ولما سلم عليها قبل ما يمشي ماليفيسنت اتلسعت كأن النار حرقتها، وده طبعا عشان الأستاذ ستيفن كان لابس خاتم من حديد، والحديد بيحرق الجنيات. بعد كده الاتنين علاقتهم بقت أقوى وبقوا بيشوفوا بعض على طول، وكانوا دايما بيقضوا أوقات جميلة مع بعض. ومع مرور السنين بقوا أصحاب، وشوية شوية بقوا أحباب. ولما وصلنا لعيد ميلادها الستاشر ستيفن قرر يديلها هدية، والهدية دي كانت قبلة حب حقيقي. بعد كده نوايا ستيفن اتغيرت وقرر انه يبعد عن ماليفيسنت خالص، وده طبعا بحجة انه كان بيجري ورا اهدافه. ومع مرور الايام والسنين زادت قوة ماليفيسنت واستغلت القوة دي في حماية مملكتها، وكان اغلب وقتها بتقضيه في المملكة بالطيران بالنهار. اما بالليل فكانت حالتها بتكون وحشة جدا، فبتقعد وحيدة كالعادة وبتكون مستغربة جدا من اللي عمله ستيفن معاها. وفي نفس الوقت زاد كرهها للبشر بشكل كبير. واللي زود الكره ده اكتر كمان لما الملك الشرير جه في يوم جمع جيش كبير وقرر يغزو مملكة مورس. قلبه ميت اوي الملك ده يا جدعان، وبدأت المعركة وكانت الغلبة طبعا لمملكة مورس. ولما راحت ماليفيسنت عشان تنتقم من الملك وتهدده راح خبطها بالجوانت الحديد اللي كان لابسه، وبعد كده هرب الجبان هو والشوية الصغيرين اللي فضلوا من جيشه. وبسبب الحرب اللي حصلت آثار المعركة ظهرت على الملك، وبقى بيطلع في الروح. وساعتها قال للمساعدين بتوعه اللي كان منهم ستيفن انا خلاص بودع، وصيتي ان حد منكم هيبقى في الحكم مكاني وهيتجوز بنتي كمان. ولكن كل ده بيكون بشرط واحد، ان اللي عايز الحكم يقتل ماليفيسنت. وستيفن ما كانش يقل شر وشيطان عن الملك. بعدها راح مجهز نفسه وراح لها وبدأ يمثل على ماليفيسنت انه لسه بيحبها، وبيقول لها سامحيني يا ماليفيسنت يلا بينا نبدأ صفحة جديدة. ولأن ماليفيسنت كانت طيبة فصدقته وبتسامحه. بعد كده بقى ستيفن بيخدرها وطلع السكينة، بس فجأة ضميره صحي من تاني ورماها من ايده. لكن في اللحظة دي الجشع والطمع كانوا أقوى منه وانتصروا عليه، فبيقرر انه يقطع جناحاتها ويقدمها للملك كدليل انه قتلها وتخلص منها. ولما شافوا الملك فرح بيه وقال له خلاص انت هتكون الملك الجديد. بالنسبة بقى لماليفيسنت فأول لما فاقت انهارت وشافت ان ستيفن غدر بيها وقطع جناحاتها، ده غير طبعا الألم الجسدي اللي هي كانت حاسة بيه. بعد كده ماليفيسنت بتعمل عصاية سحرية عشان تساعدها على المشي، وبعدها ماليفيسنت بيلازمها الاكتئاب، وبسبب كده بتخلي مملكة موريس كئيبة ومظلمة زيها. ولما بدأت تفوق شوية شافت مشهد شد انتباهها، واحد كان بيصطاد غراب وبيعنفه، وهنا ماليفسنت أنقذت حياة الغراب وخلته كمان يقدر يتحول لبشر أو أي كائن هي عايزاه. ومقابل الخدمة دي قال لها أنا تحت أمرك في أي حاجة أنت تطلبيها مني. وأول طلب كان لماليفسنت هي إنه يروح يتجسس على قصر الملك ويعرف آخر الأخبار. وهناك بيعرف إن الملك القديم خلاص مات وستيفن هو اللي ورث العرش واتجوز بنت الملك. وبعد فترة بسيطة ستيفن ربنا رزقه ببنت جميلة سماها أرورا، وقرر ستيفن إنه يعمل حفلة كبيرة لبنته كل الناس هتحضرها. وساعتها ماليفيسنت شافت إن دي فرصتها الوحيدة، فقررت إنها تروح ليهم لحد عندهم، وفضلت تضحك قصاده وتعامله بكل برود وتعالي في وسط خوف وقلق من كل اللي كانوا موجودين في الحفلة. وكان انتقام ماليفيسنت إنها حطت لعنة على بنت الملك. اللعنة كانت بتقول إن كل اللي هيقابل أرورا هيحبها وهي هتعيش في عز وسعادة، لكن في يوم عيد ميلادها الستاشر قبل غروب الشمس هتجرح صباعها في إبرة، وبعدها هتنام نوم أبدي طويل عمرها ما هتصحى منه أبدا. ولما ستيفن شافها بتعمل كده ركع وتذلل ليها وترجاها إنها تغير اللعنة. وكل اللي عملته ماليفيسنت هي إنها خففت اللعنة حبة، بحيث إن أرورا ممكن تصحى بقبلة حب حقيقي.
وبعد اللي عملته ماليفيسنت، ستيفن دخل في حالة من الاكتئاب، وشوية شوية تحول اكتئابه لجنون، لدرجة ان الحارس لما دخل عليه في يوم عشان يقوله ان الملكة تعبانة وعلى وشك الموت ما كانش عنده اي اهتمام، وطول الوقت كان بيحاول يدخل مملكة ماليفيسنت بأي طريقة عشان يقتلها، بس كان بيفشل في الآخر. وفي نفس الوقت خوفه زاد على بنته، وده اللي خلاه يطلب من 3 جنيات انهم ياخدوا بالهم منها ويحموها ويحطوها في مكان بعيد لحد ما يبقى عندها 16 سنة. وللأسف الجنيات عشان ما كانوش اتعاملوا مع بشر قبل كده فما كانوش عارفين يأكلوها ولا يتعاملوا معاها صح، لكن بمساعدة الغراب وماليفيسنت الدنيا كانت بتمشي. وعلى الرغم ان ماليفيسنت كانت بتحاول تظهر كرهها لأرورا لأنها من جواها كانت بتحبها جدا وبتخاف عليها، وظهر الحب ده في نظراتها ليها وبعض المواقف اللي كانت بتجمعهم ببعض. وأرورا طبعا كانت بنت جميلة وطيبة وبتتعامل مع أي حد وأي كائن بشكل حلو جدا. ومع مرور الأيام والسنين بتكبر أرورا، وبيكبر معاها فضولها انها تدخل مملكة ماليفيسنت اللي حوطتها بحواجز كبيرة عشان تحميها من ستيفن وشره. ولما ماليفيسنت عرفت فضولها نومتها بالسحر وخلتها تدخل المملكة وتشوف المخلوقات الخيالية اللي انبهرت بيهم. وكانت ماليفيسنت بتراقبها من بعيد، وحست أرورا بده فقالت لها أنا عارفة إنك هنا وإنك دايما كنت معايا على طول حياتي. ولما طلعت لها ما كانتش خايفة من هيئتها أو سحرها، بالعكس فرحت جدا بيها ورحبت بيها جدا. ومن ساعتها ماليفيسنت الحب اللي جواها ده ابتدى يظهر عليها بشكل صريح، وبدأوا يقضوا وقت جميل سوا. وحبيتها اكتر واكتر لدرجة ان ماليفيسنت حاولت تشيل اللعنة من عليها، بس للأسف ما نجحتش لان اللعنة كانت قوية جدا. وفي يوم وهم قاعدين مع بعض أرورا قالت لها انا لما اكبر شوية نفسي اجي اعيش معاكي هنا. فردت عليها ماليفيسنت وتكبري ليه، ما تيجي تعيشي معايا من دلوقتي. أرورا فرحت جدا ووافقت، بس قالت لها هروح اقول للجنيات الاول. ولما كانت رايحة ليهم بيقابلها بالصدفة واحد اسمه فيليب، كان تايه وعايز يوصل لقصر المملكة، فوصفته له وطبعا اعجبوا ببعض من خلال اللقاء ده. واكيد ده بقى طبعا الحب من اول نظرة. أرورا لما بتروح للجنيات عشان تقول لهم إنها هتعيش مع ماليفيسنت، الجنيات قالوا لها مش هتمشي غير بعد عيد ميلادك ال16 عشان أبوكي طلب مننا كده. وهما كانوا مفهمينها إن أبوها وأمها ماتوا من زمان. وبتتصدم أرورا فاضطروا يحكي لها عن الحدوتة كلها. بعد كده راحت لماليفيسنت وفضلت تعاتبها وهي بتعيط، وبعد كده جريت على قصر أبوها اللي أول لما شافته جريت عليه عشان تحضنه، بس هو ما كانش حاسس ناحيتها بأي مشاعر، بس لسه برضه كان عايز يحميها، وعشان كده أمر الحراس بتوعه إنهم يحبسوها. ولكنها بتخرج عشان بعد كده تجرح نفسها بالإبرة وتنام. وأول لما عرفت ماليفيسنت كده نيمت فيليب وخدته عند أرورا، ولما اداها قبلة الحب الحقيقي ما حصلش أي حاجة وما فاقتش. وساعتها ماليفيسنت حست بالحزن فقالت لها أنا عارفة إن اللي عملته ده ما ينفعش تسامحيني عليه، أنا كنت مع ميا زمان بالكره والانتقام وأنت مالكيش ذنب في كل اللي حصل ده. بعد كده ادت لها قبلة الحب الحقيقي عشان تصحى بعد كده أرورا. ستيفن بعد كده بيعرف ان ماليفيسنت موجودة في القصر، فبيرمي عليها شبكة حديد عشان يحرقها، بس قبل ما تتحرق بتحول الغراب لتنين وبيقضي على كل الحراس وبيحررها، لكن الحراس بيسيطروا عليه تاني وبيحاصروها بالدروع. وساعتها ستيفن بيبتدي يضرب فيها وبيكون عايز يموتها، وفي نفس الوقت أرورا حررت جناحات ماليفيسنت، وقبل ما يقتلها ستيفن جناحاتها بتوصل لجسمها وخلاص خلصت على كل اللي في القصر. وانتهت المعركة بينها وبين ستيفن لما خدته فوق سطح القصر. وهنا ماليفيسنت في الأول سامحته، بس بعد كده حاول يقتلها فزقته، وفي النهاية راحت أرورا تعيش مع ماليفيسنت اللي شالت الحواجز اللي كانت عاملاها بينها وبين مملكة البشر، وكمان وحدت المملكتين وخلت أرورا هي الملكة عليهم في وسط سعادة كبيرة من بقية المخلوقات. وبكده ينتهي فيلمنا. بس قبل ما اقفل الفيديو بعيدا عن ملخص الفيلم، فاكرين فيلم كرتون الأميرة النائمة؟ شفنا في نسخة الكرتون نفس قصة ماليفيسنت، ولكن ماليفيسنت كانت هي الشريرة، بس ما كناش عارفين ليه ماليفيسنت ألقت اللعنة دي وايه الدوافع اللي عندها عشان تكره أرورا للدرجة دي. لكن في نسخة اللايت أكشن كل حاجة اتضحت لينا وعرفنا ان ماليفيسنت ما كانتش الشريرة بل كانت الضحية، والشرير الأكبر كان الملك اللي قطع جناحاتها. انك تعمل ريميك او ريتيلينج حلو زي ما شفنا في ماليفيسنت وتحكي القصة من زاوية تانية، دي حاجة حابب احيي عليها شركة ديزني انها عملتها بشكل منطقي وحلو في فيلم ماليفيسنت. وفي نهاية الفيديو حابب اسألكم انهي فيلم عجبكم اكتر، فيلم الكرتون ولا فيلم ماليفيسنت؟ مستني رأيكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وكمان ياريت تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد.